الشاب خالد، أوجه لك هذه الكلمات. أولا، هو أن الصعود للقمة ممكن، والنجومية يمكن أن تصنعها، ولكن الحفاظ على نجوميتك وعلى القمة لا يعرفه إلا الشيوخ، ولا يعرفه إلا من يضع أرجله في الأرض. ثانيا، نعم تطلع للقمة عادي، لكن تسقط عندما تنسى البلد والسلالم التي جعلتك تصعد لهذه القمة. ثالثا، عندما تصعد للقمة نعلم أن كل الناس يصبحون يشاهدونك ويرونك ويعرفوك، وتظهر لك أنهم يحبوك وحتى يتبعوك، وحتى ممكن أنهم يقلدونك ويتأثرون بك، ولكن تخطئ عندما تنسى أنهم لم يكونوا يعرفونك قبل القمة وقبل النجومية، وتنسى الأرض التي أخرجتك للنجومية، لأن أرضك بلدك يعرفونها الناس والعالم والتاريخ قبلك. وعندما تنسى هذا سوف يصبحون بالنسبة لك من يشاهدونك ويتبعونك ويغنون غناءك أنهم كلهم محبيك وكلهم أصدقاؤك وكلهم معجبين بك، ولكن أنت لا تدري أنه يمكن يندس في صفهم من يحسدوك، ومن هم يخططون لك ولبلدك، ومن هم يحقدون عليك، ومن هم يريدون أن يعملوا بك ويخدموا بك أو يخططون بك أو يستغلونك لضرب سلالمك وبلدك وأرضك. وهذا يجعلك ترى كل الأشياء عادية، لأنهم هم من يخططون. وعندما تنتهي مهمتهم معك ويصلون إلى ما يريدون وتنتهي مهمتك سوف يرموك بطبيعة الحال، لأنهم من يطعن بلده سوف يطعن بلد آخر. وعندما تنتهي مهمتهم معك يعني هنا أعطيتهم الفرصة أنهم ضربوا عصفورين بحجر واحد. والعصفورين هو أولا أسقطوك أنت الذي كانوا يريدون إسقاطك وكانوا يحقدون عليك ويحسدونك، وثانيا طعنوا بلدك والسلالم التي جعلتك تظهر للنجومية والراية التي رفعتك ونجوميتك التي صنعتها بتراث هذا البلد وبغناء هذا البلد. وهذا ما يجعلهم يتركوك مصدوم تتألم لوحدك. في الأخير أقول لك سوف تجد نفسك أنت الخاسر وهم من حطموك. إذن يا شاب خالد، نصيحة: ارجع لأصلك، لبلدك، لتراثك، لأمك، لأن الأم تسامح وحنونة مهما أخطأت لأنك ابنها. واطلب العفو وصحح أخطائك وأظهر طريقك الحقيقية، لأن من أحببتهم بالأمس لم ينفعوك اليوم، بل هم يضحكون عليك، وسوف تبقى أنت الخاسر وتخسر أغلى شيء وهو وطنك وبلدك وشعبك العظيم. فعليك الرجوع لأصلك وأسرع في إصلاح ما أفسدت، وارجع لبلدك، لأن اللحم إلى خنز يرفدهم وليه. وعليك أن تتقبل العواقب
لأنك أنت من أخطأت ونسيت من أكرمك، وإذا أكرمت اللئيم تمرد، وذهبت لمن كان يريد إسقاطك وطعن بلدك. نسيت أن الجزائر يعرفونها قبل الشاب خالد، وقبل الشاب مامي، وقبل الشاب حسني الله يرحمه، وقبل الشاب بلال. يعرفونها قبل أسماءكم. الجزائر يعرفها التاريخ، وهي من كتبت التاريخ. الجزائر يريدون كلهم إسقاطها لأنها بلدك وفخرك، وأنت نسيت هذا، لأن نجوميتك أعمت عينيك وظننت أنك أنت من تقرر، ولكن الزمن هو الذي يقرر. نسيت تلك الحومة وتلك الولاية، خاصة الباهية وهران. نسيت أحبائك، ونسيت العاصمة وبابلواد، نسيت عنابة وبشار، نسيت تندوف وتمراس، نسيت جيجل وبجاية وتزي وزو. نسيت من كانوا يفتخرون بك، ومن كانوا يقولون هذا هو الجزائري خالد ملك الراي، وذهبت لمن عرفوك فقط عندما صنعت نجوميتك. فأقول لك يا شاب خالد، اسرع واصلح ما أفسدت، واطلب العفو ولا تتكبر، لأن الجزائر أكبر منك وأكبر من كل من تخول له نفسه أنه يوما يتطاول على أو يتكلم بغير مبادئ وتوابت الجزائر. واعلم ماذا تقول، وصحح كلامك، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، وتعلم من الدرس. وفي الأخير أقول لك أن الجزائر أكبر منا، والله هو الكبير. الله يسامح مهما أنه الخالق، ونحن نخطئ معه، فدائما ربنا يسامح. فسوف تجد رجال جزائريين، لأن الراجل يجمل، سوف يعتبرونك غبي، أو يعتبرونك ما زلت صغير مراهق وأخطأت. والعيب ليس في طلب السماح، العيب في أنك إن بقيت تتعنت وتسمع لمن أرادوا لك هذا الحال. العيب أنك إذا تكبرت على أن تطلب العفو من أمك الكبيرة ومن بلدك الكبير والعظيم الشعب، فأرجع لبلدك، وندعو الله لك الهداية، وندعو لك بالتوفيق، والله يحفظ الجزائر. ربي يحفظ الجزائر، الله يرحم الشهداء، المجد والخلود للشهداء، والله يحفظ الزعيم عبد المجيد تبون، والله يحفظ الجيش الجزائري، والله يحفظ الدرك، والله يحفظ الأمن، والله يحفظ كل شيء جزائري.